السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم الكورة مع ياسين. لو لسه منزلتش انزل حط لايك وانزل حط اشتراك علشان الدنيا واقعة خالص، عايزين نعلي شوية. انزل حط لايك واشتراك واعمل شير عشان القناة تتشاف أكتر، في الناس تشوفها. وحاولوا تعملوا شير كتير الفترة اللي جاية. تسلسل موعد عودة أحمد حمدي من جديد. كشف مصدر من داخل الزمالك عن موعد عودة اللاعب أحمد حمدي لاعب خط وسط الفريق الأول الكرة. وكان أحمد حمدي قد تعرض إلى إصابة في الرباط الصليبي خلال نهائي كأس الكونفدرالية الأخيرة، ويواصل خطوات التأهيل الأخيرة. مصدر من داخل الزمالك تحدث أن برنامج التأهيل الحالي سوف يستمر لمدة شهر في دولة الإمارات العربية، ثم بعدها يعود اللاعب إلى القاهرة من أجل مواصلة البرنامج الذي تم وضعه له، ثم يخضع إلى فحص طبي من جانب الطبيب الألماني من أجل الحصول على الموافقة للمشاركة في التدريبات الجماعية، حيث سيتم بعدها التأهيل بدنيا وفنيا من أجل الدفع به في المباراة العاقب تأكيد جاهزيته بشكل كامل لتلك الخطوة. إن شاء الله ترجع يا كابتن ماجد وتكسر الدنيا، وإن شاء الله تكون أفضل خط وسط في مصر إن شاء الله. إعلامي يوضح استعداد الزمالك للسوبر المصري. كشف الإعلامي سيف زاهر عن استعدادات الفريق الأول الكرة بالنادي لبطولة كأس السوبر المصري التي ستقام في الإمارات، وأكد خلال تصريحاته أن الزمالك سيخوض تلك البطولة بشخصية البطل ولن يتنازل عنها بشكل قوي، ولاعبي الأبيض يستاهلوا التحية على الذي فعلوه. وشدد على ستشاهد لاعبي الفارس الأبيض بكرة وعزيمة مختلفة عقب حصدهم للقب الكأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي. وأشار إلى أن الأبيض مسافر إلى الإمارات يحصد السوبر المصري، وأن محمود شيكابالا قائد الفريق له دور كبير في تلك القصة. واختتم الفارس الأبيض أصبح على الطريق الصحيح، انتظروا موسم من العيار الثقيل مع لاعبي الزمالك. أشوف يا أخي الإعلامي ده ما بيطلعلوش من زوري، يعني يقول يمين يمين، يروح شمال شمال، يروح فوق فوق، تحت تحت، متعرفش ملته ايه. مصدر من الزمالك: مصير فتوح من المشاركة في السوبر المصري محسوم. أكد تقارير من داخل الزمالك أن موقف اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق من المشاركة في بطولة السوبر المصري محسوم. البطولة التي سوف تكون من 20 إلى 24 أكتوبر الحالي في دولة الإمارات. مصدر من داخل الزمالك أكد أنها على الرغم من مشاركة فتوح في التدريبات الجماعية مؤخرا، إلا أن لن يشارك في السوبر الإفريقي، وذلك بسبب تواجد جلسة له في القضية التي يحاكم فيها يوم 22 أكتوبر خلال مباريات السوبر المصري، وبالتالي لن يتمكن من السفر إلى الإمارات بسبب ارتباطه بالجلسة يوم 22 أكتوبر. هو يا جماعة بسبب الجلسة اللي عنده يوم 22 أكتوبر هيصعب المهمة إن هو يسافر للإمارات، لازم يخلص الجلسة بتاعة المحكمة علشان يعرف يسافر، وطبعا هيكون عدى وقت ميعاد المباراة. لاعب الأهلي السابق: توقعات فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي، بحب جمهوره. يتحدث عن شيكابالا. كشف عمار حمدي لاعب الفريق الأول الكرة بالنادي زد والأهلي السابق أنه كان يتوقع فوز الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي، وأشار إلى أن كان يشعر بالثقة الزائدة لدى لاعبي الأحمر في تلك المباراة. في المقابل لاعبي الفارس الأبيض كان لديهم روح عالية وأعرب عن حب الجماهير القلعة البيضاء نظرا لمعاملتهم له أثناء مقابلته في أي وقت، وأنهم لديهم انتماء وحب كبير لناديهم. وأكد خلال تصريحاته أن قائد الأبيض محمود شيكابالا بمثابة أسطورة، وشهدت في مجروحة وعاشق منذ
صغري، وأتم ما يقدمه الزمالك حتى وهو لم يشارك يحسب له، وجلوسه على الدكة ولا يهتم بالمشاركة أصبحت عملة نادرة بالملعب. يشكر على الكلام المحترم اللي هو قاله في حق جمهور الزمالك وفي حق شيكابالا. شكرا يا عمار. مدحت شلبي يكشف: الزمالك يضغط لحسم تلك الصفقة قبل غلق باب القيد. كشف الإعلامي مدحت شلبي عن مساعي الزمالك لحسم صفقة اللاعب أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا لتدعيم خط الدفاع خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يسعى الزمالك لحسم عدة صفقات محلية أخرى خلال الموسم الانتقالات الصيفية الحالية وقبل غلق باب القيد يوم 25 أكتوبر الحالي. وتعتبر صفقة أحمد رمضان بيكهام من أبرز الصفقات التي يسعى إليها الزمالك رغم الحديث عن مبالغة نادي سيراميكا في المقابل المادي. مدحت شلبي وعبر تصريحات تلفزيونية أكد أن الزمالك يضغط بقوة على مسؤولي نادي سيراميكا من أجل حسم تلك الصفقة قبل غلق باب القيد المحلي. يذكر أن الفريق الأول الكرة بنادي الزمالك عاد للتدريبات اليوم عقب راحة طويلة الأسبوع الماضي وعقب تتويج ببطولة السوبر الإفريقي. لاعب الزمالك السابق يوضح موقفه من العودة. كشف كريم حامد لاعب الفريق الأول الكرة بنادي بنساريكوس اليوناني موقفه من العودة للزمالك عقب انتقاله للفريق الحالي بعد نهاية عقده مع الأبيض، وأشار إلى خلال تصريحاته إلى أن تلقى عروض عديدة من أندية مصرية بالميركاتو الصيفي الماضي، لكن فضلت الاحتراف بالدوري اليوناني لأن هذا حلمي. وشدد على أنه كان يتمنى اللعب مع الفريق الأول في الفارس الأبيض وكنت قريب هذا لكن في النهاية لم يحدث، واختتم: في حال عودتي إلى مصر سيكون القلعة البيضاء لها الأولوية بالنسبة لي. الدوماني يتحدث عن صفقة الزمالك الجديدة. أشار خلال تصريحاته إلى أن لاعبي الفارس الأبيض كان لديهم دوافع قبل مباراة بطولة كأس السوبر الإفريقي وتابع من أجل الفوز باللقب، وهو أمر الذي تحقق داخل الملعب من خلال الروح القتالية التي ظهر به. وشدد على أن الأبيض دائما مرشح للتتويج بأي بطولة ولا يجب التقليل من القلعة البيضاء لأنه أكبر قلعة رياضية بالشرق الأوسط. وأكد على أن بنتايك قدم مباراة رائعة وأثبت أنه صفقة مميزة جدا وسيفيد الفريق، وظهر بانسجام واضح مع خط الدفاع. ده نجم الفريق الأول الكرة بالنادي سابقا عبد اللطيف الدوماني عن الظهير الأيسر الجديد للزمالك المغربي الدولي محمود بن تايك. بدر حامد يرشح لاعب الأهلي للزمالك. وضح بدر حامد رئيس قطاع ناشئي كرة القدم بالنادي أن قطاع الزمالك يضم لاعبي جيدة وأنه تولى هذا المنصب منذ 3 شهور. وأكد خلال تصريحاته أن القلعة البيضاء دائما تعتمد على لاعبي من القطاع، وبالموسم الماضي شارك مع ما يقترب من 7 لاعبي أساسيين مع الفريق الأول. وأشار إلى أن القطاع الأبيض يمتلك لعيبة على مستوى عالي بفريق 2005 منهم يوسف أحمد لاعب وسط الملعب ومحمد إبراهيم الظهير الأيمن بجانب فريق 2007 و2008. وشدد على أنه يتمنى انضمام الجزائري أحمد الكندوسي لاعب الأهلي المعار لفريق سيراميك كليوباترا لصفوف الفارس الأبيض. ووضح أنه لاعب رائع وكان قريب من انضمام الأبيض قبل تعاقده مع الأحمر، وأنه يمتلك قدرات وإمكانيات فنية كبيرة وانضمامه للزمالك سيكون مكسب كبير جدا. لاعب الزمالك يطلب الرحيل مجانا. وجه سيف فاروق جعفر لاعب خط وسط الفريق الأول الكرة بالنادي طلب إلى مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب. جاء ذلك عقب ابتعاده عن المشاركة في المباريات والتدريبات بشكل منفرد خلال الفترة الماضية عقب خروجه من حسابات المدير الفني جوزيه جوميز. ويوجد اختلاف حول مصير اللاعب مع الأبيض حيث يتمسك لبيب ببقائه، لكن جوميز لا يرغب في ذلك بل وطلب عدم وجود سيف بالتدريبات وهو ما حدث، ويرفض اللاعب فكرة الإعارة أو الرحيل لأي فريق يحدده القلعة البيضاء ويطلب الرحيل مجانا، حيث رفض اللاعب الرحيل إلى أندية لا تتنافس على مراكز المتقدمة في الدوري خلال الموسم الجديد. أسامة حسن يعلق على تصريحات القندوسي.
علق أسامة حسن لاعب الفريق الأول الكرة بالنادي سابقا على تصريحات الجزائري أحمد القندوسي لاعب خط وسط الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا، وأشار إلى أنه يحترم لاعبي الشمال أفريقيا مثل المغربي محمد الشيبي والقندوسي لأنهم لا يخافوا ولا يكذبوا. وأضاف: المجال لدينا باقي مليء الأشخاص بتحافظ على أكل عيشها بطريقة تانية، ناس كذابة وهجاصة وبتقول كلام لم يحدث للحفاظ على أكل عيشها. وتابع تصريحات الجزائري على الأحمر فضيحة لأنها لا يكذب، ولو حد غير هذا اللاعب كان هيخاف أن يدل بتلك التصريحات. وشدد على عندما يطلع بهذه الجراءة ولا يخاف يتكلم الكل هيتلم وكله هيستخبى. ده الكلام يحدث بمعظم الأندية ليس في الأهلي فقط. تفاصيل خاصة في جلسة التحقيق مع القندوسي. تواصل فيديو كونفرنس لوصول الحقيقة. تحدث كتقارير إعلامية عن بعض التفاصيل جلسة التحقيق التي عقدها النادي الأهلي مع اللاعب الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، وذلك على خلفية تصريحات أحمد القندوسي المثيرة خلال الفترات الأخيرة، والتي تحدث عن تدخل وكلاء اللاعبين في صفقات الأهلي، وأن ذلك سبب فشل اتمام صفقة الجزائري زين الدين بلعيد. تقارير إعلامي يتحدث عن بعض التفاصيل جلسة التحقيق مع القندوسي، وأصر فيها على التصريحات السابقة التي خرج بها عبر أحد البرامج التلفزيونية. وتابع أن القندوسي استشهد في كلامه بعلي كرماني وكيل اللاعب زين الدين بالعيد خلال التحقيق الذي حدث من جانب محمد رمضان المدير الرياضي والقائم بأعمال مدير الكرة. وعلى الفور تواصل محمد رمضان مع علي الكرماني عبر الفيديو كونفرنس الذي أكد أن الأمور لم تكن تسير بشكل طبيعي خلال المفاوضات مع الأهلي، وألمح إلى تدخل بعض الوكلاء في الصفقة، وأن الأمور لم تكن تسير باحترافية. بينما تم التحقيق مع أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، والذي نفى ذلك وأكد أن علي الكرماني لم يكن طرفا من الأساس في المفاوضات مع اللاعب الجزائري زين الدين بالعيد. مصدر من داخل الأهلي أكد أن هناك الكثير من التحقيقات سوف يقوم بها النادي الأهلي من أجل الوقف على حقيقة تصريحات القندوسي واتخاذ اللازم في حالة تواجد أي خطأ. مش عارف، مواضيع في أندية كتيرة بنسمع موضوع السمسرة وسمسرة الوكلاء مع اللاعبين، مش عارف يعني هنوصل لحد فين بعد كل الكم البعث اللي بنشوفه في كرة القدم المصرية. في ظل الحديث عن انتمائه للأهلي، مجاهد يتحدث عن علاقته بمسؤولي الزمالك بشكل عام. خرج أحمد مجاهد رئيس اللجنة السابقة التي كانت تدير اتحاد الكرة خاصة في ظل الحديث عن انتماء أحمد مجاهد للنادي الأهلي ومجاملته له في خلال الفترات الأخيرة. أحمد مجاهد ومن خلال تصريحات تلفزيونية أكد أنه علاقته دوما بمسؤولي الزمالك جيدا حتى الحاليين من خلال مجلس حسين لبيب. وتابع أنه رغم انتمائه للأهلي لا يجب وهو مسؤول أن يكون لصالح نادي على حساب الآخر، وكان أنه يسير وفقا للوائح. وواصل أحمد مجاهد تصريحاته وأكد أنه تعامل مع إدارات عديدة في الزمالك أبرزهم مرتضى منصور وحسين لبيب إلى جانب اللجان المؤقتة، ومؤكدا أن علاقته بالجميع كانت جيدة ويحترم الرئيس الحالي حسين لبيب. لا يمكن لديه أزمة مع مرتضى منصور. تحدث أن علاقته موزونة متوازنة مع الجميع، وعندما يكون مسؤول تكون المنافسة واحدة مع الجميع ولا يمكن أن يوضح ضد مصالح أحد. لا يا شيخ، أكيد هنصدقك. طارق السيد يعلق على تواجد اسمه في اللجنة الكرة منتظرة بالزمالك. أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق أنه حتى الآن لم يتم إخباره بالتواجد في لجنة الكرة داخل نادي الزمالك. وكان تقارير من داخل نادي الزمالك أشارت إلى أن اسم طارق السيد من الأسماء التي سوف تتواجد في اللجنة الكرة التي سوف يتم تكوينها. طارق السيد ومن خلال تصريحات صحفية أكد أن تواجد في اللجنة الكرة بالنادي
شرف كبير جدا لا يمكن أن يتأخر عنه، وكان أنه مستعد للتواجد في أي مكان يخدم به نادي الزمالك خلال الفترات القادمة. وشدد أنه لم يتم إخباره حتى الآن من أي مسؤول بالتواجد في لجنة الكرة، وهو في انتظار هذا الإخطار، حيث يستعد مجلس إدارة النادي الزمالك للإعلان عن لجنة كرة للإدارة ملف كرة القدم، وأبرزها ملف الصفقات خلال الفترات القادمة. يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عاد للتدريبات مؤخرا عقب راحة طويلة. الزمالك يكشف آخر مصير تطورات التعاقد مع مصطفى أشرف. تحدث مصدر من داخل النادي الزمالك عن آخر تطورات المفاوضات مع اللاعب مصطفى أشرف لاعب فريق نادي بروسيا بونشبلاخ الألماني، اللاعب الذي كان قريب بقوة من الانضمام للزمالك ضمن صفقات موسم الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، ولكن الصفقة لم تكتمل. مصدر من داخل الزمالك تحدث أن المفاوضات تسير بشكل جيد مع مصطفى أشرف للتعاقد معه خلال الصيف الحالي، وتابع أن مصطفى أشرف من بين اهتمامات نادي الزمالك، وأنه قريب من انهاء الإجراءات للتعاقد مع اللاعب. إن شاء الله الصفقة دي تتم. الصفقة دي هتضيف إضافة قوية جدا لنادي الزمالك بالذات في خط الوسط. إن شاء الله يكون إضافة قوية، وإن شاء الله تتم على خير. وبكده بتكون أخبارنا انتهت. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.